النهارده ان شاء الله طبعا التثقيف السياسي اللي هيقوم بيه 3 شباب معانا عاملين ندوه عن المقارنه بين الاحزاب الدينيه والليبراليه والاحزاب اللي ممكن احنا نوصفها بالمتلونه. واخدين حزب المصريين الاحرار، واخدين حزب الدستور، الحريه والعداله، النور، الوسط، مصر القويه. هيقسموا لنا طبعا الندوه النهارده لقسمين. اول قسم هيتكلموا لنا فيه عن شعار كل حزب، هيتكلموا لنا فيه عن مؤسسينه، هيتكلموا لنا فيه عن المبادئ. في تلت ساعه هنوزع على حضراتكم ورق عشان كل واحد يقول سؤاله او المقترح اللي عايزه، وبعد بس احنا هنمشي بوقت النهارده بوقت تلت ساعه ومفيش اسئله هتبقى في النص. سوري يا جماعه، يعني هنسمع اللي هيسجل في الورقه يديها لنا، وبعد كده هنبتدي بعد التلت ساعه نشوف موضوع الاسئله. تاني جزء ان شاء الله من الندوه هنكمل البرنامج الاقتصادي لكل حزب، وهنكمل موقف الاحزاب السياسيه في الدستور وفي الانتخابات الرئاسيه. ده اللي هيحصل النهارده. طبعا معانا استاذ نور، استاذ محمد، واستاذ فريد، هم اللي هيقوموا بالموضوع كله. هنبتدي بالاحزاب الليبراليه اللي هي بتنادي بحاجات مشتركه زي الحريه والديمقراطيه والدوله المدنيه. مختارين حزبين اللي هم يعبروا شويه عن الاحزاب الليبراليه، اللي هو حزب الدستور وحزب المصريين الاحرار. حزب الدستور هنبتدي بالشعار. الشعار هو عباره عن شجره، دي شجره الجنيز اللي هي المعمره، اللي هي بتعبر عن العادات والتقاليد المصريه وتعبر عن الطبيعه المصريه. والشجره في حد ذاتها اصلا بتعبر عن النمو والرخاء والتطور والتقدم. والشجره اصلا هنا بترمز الى اللي هي بتجمع المصريين تحتها. الكتاب في الاول اصلا اهم حاجه الكتاب بيعبر عن اسم الحزب اللي هو الدستور، اللي هو العهد ما بينك وما بين المؤسسات الدوله والرئيس. وتاني حاجه اللي هو الكتاب بيرمز بردك للتقدم والعلم. والكتاب نابع منه الشجره، يعني بمعنى ان مفيش نمو الا بالعلم. وكتاب على شكل حمامه، ده بيدل على الحريه. الالوان، الشعار عباره عن اللون الاخضر والازرق، والاخضر في حد ذاته بيعبر عن النمو والاستقرار، والازرق بيعبر طبعا عن العقل وسعه المعرفه والقوه والاتزان والثبات والهدوء. يجب الذكر برضك ان الشعار ده ما اتفرضش على الناس في الحزب، ده كان من ضمن 172 شعار تاني. اتأسس الحزب 20/10/2012 من مؤسسينه الدكتور محمد البرادعي، رئيس السابق للوكاله الدوليه للطاقه، والدكتور احمد حراره اللي فقد عين اثنين في الثوره، عين في 28 وعين ثانيه كان فقدها في احداث محمد محمود. والسفير سيد قاسم اللي هو سفير مصر السابق لدى منظمه المؤتمر الاسلامي، والدكتور محمد غنيم رائد زراعه الكولا العالمي. ده انضم بردك للدكتور محمد البرادعي في الجمعيه الوطنيه للتغيير اللي هي كانت بتناهض وكانت ضد الفساد في ايام مبارك. والدكتور احمد دراج ده الاستاذ بجامعه القاهره فرع بني سويف، وبردك كان منضم معاهم مع الدكتور محمد البرادعي ومحمد غنيم في الجمعيه الوطنيه للتغيير. دكتور محمد يسري سلامه ده المتحدث الرسمي السابق لحزب النور، ولما ساب الحزب سالوه سبت ليه الحزب ما رضاش يقول اسبابه. تاني حزب المصريين الاحرار، ده اتعرض الندوه اللي قبل اللي فاتت بالتفصيل، بس قايلين نبذه بسيطه كده. الشعار الوانه زي علم مصر، وعباره عن 3 حمامات تعبر عن السلام والحريه اكيد. والرقم الفردي في حد ذاته بيعبر عن الديمقراطيه والشورى. تأسس أو بدأ خطوات تأسيسه 3/4/2012. من الشخصيات المشهورة فيه الكاتب محمد سلماوي، والأستاذ جمال الغيطاني، والدكتور هاني سري الدين الاقتصادي العالمي، والشاعر أحمد فؤاد نجم، والمخرج خالد يوسف، والحاج أحمد إسحاق رئيس لجان متابعة الملف النوبي، والدكتور محمود مهني عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر السابق، والمهندس نجيب سويرس رجل أعمال مشهور، والدكتور فاروق الباز مدير أبحاث الخبرات في المسلمين. السلام عليكم. انا في قسم الاحزاب الدينيه، او بمعنى اصح هي احزاب سياسيه بس ذات مرجعيه اسلاميه.
اول واحد معانا حزب النور. ده الشعار متهيألي ده اكثر شعار شايفه بعد المصريين الاحرار. هو عباره عن خريطه ممثله لك على الوان علم مصر. اتأسس بعد الثورة على يد عماد الدين عبد الغفور، مصطفى حسن خليفة، أشرف ثابت، نادر بكار، جلال مرة، يونس محمود. على فكرة تقريبا نص القيادات دي أو أغلبها انفصلوا وأسسوا حزب تاني اسمه حزب الوطن. تاني حزب الحرية والعدالة معروف، يعني الإخوان المسلمين أسسوه بعد الثورة، شافوا إن هم لازم يكون لهم مشاركة سياسية فعالة فعملوا الحزب. سعد الكتاتني معانا في قيادات سعد الكتاتني، عصام العريان، مهدي حبيب، أسامة ياسين، محمد البلتاجي، عمرو زكي. السلام عليكم جميعا. احنا هناخد ثالث مجموعه هي مجموعه الاحزاب الوسطيه او مش الوسطيه اللي هي المتلونه. احنا قلنا اول مجموعه نور اتكلم عنها كانت الاحزاب الليبراليه اللي هي الحريه والأحزاب اللي احنا معظمنا نعرفها. المجموعه الثانيه كانت التشدد الديني والاحزاب اللي بتقوم على جزء ديني. المجموعه الثالثه دي احزاب المفروض ان هي تخش علينا احنا او تتعامل معانا على انها وسط، ليست ديني بشكل عميق ولا حريه مطلقه اللي هو العلمانيين والكفره والحوارات ديت. فمن ضمن الاحزاب ديت اول حزب حزب الوسط. ده الشعار بتاعه. طبعا حزب الوسط اللي اسسه الناس اللي داعمين فيه ابو العلا ماضي وعصام سلطان. ماشي. لو رجعنا تاني استاذ حاتم عزام، هم بس اكتر شخصيات مشهوره في الحزب. استاذ عصام سلطان طبعا حضرتك معظمكم عارفينه. استاذ محمد محسوب اللي هو بقى فتره الحكومه من الوزراء بتوع حكومه مرسي. نيجي للشعار تاني. الشعار طبعا ما فيهوش اي حاجه، حزب الوسط من التحرير الى التعمير. طبعا كلمه التحرير الى التعمير ده يعني جمله يعني تعبويه شويه او شعبيه زياده عن اللزوم، ان احنا اتحررنا من ظلم معين لحاجه معينه الى التعمير، التنميه والرخاء. طبعا هو المقصود من حزب الوسط ان هو ياخد المجموعه. المقصود من حزب الوسط ان هو ياخد المجموعه اللي هي زي ما قلنا في الاول وسطيه. بس طبعا دوت على ارض الواقع لما جه تنفذ ما كانش ليهم مواقف وسطيه خالص، وده اللي هنعرفه في الجزء الثاني. نيجي لتاني حزب اللي هو حزب مصر القويه. حزب مصر القويه ده اتاسس بعد خساره دكتور عبد المنعم الفتوح انتخابات الرئاسه، وكان اساسه كان يكون مشابه للتيار الشعبي، بس ده اتعمل حزب اللي هو حمله دعم والفتوح من مجموعه من الشباب ده اللي فيه عدد معين موجود منهم حبوا اللي هم يستفيدوا من العدد ده واسسوا حزب مصر القويه. الحزب في حد ذاته اتاسس عشان كيان ابو الفتوح نفسه ما يروحش، وفي نفس الوقت هو في وقت معين وقت الانتخابات الرئاسيه كحمله، وبعد كده هو في الدستور اخذ كتير جدا من المجموعه اللي تخصنا احنا اللي هي مجموعه التيارات الليبراليه والاحزاب الليبراليه. فده يعتبر بالنسبه للاحزاب الدينيه مكسب، ان هو بياخد من الجزء الايه اللي هو اساسا هم عايزين ياخدوا منه. فكان من بدايه تاسيسه الشعار طبعا شعار الشمس. طبعا الشمس يعني اشراقه يوم جديد ومستقبل ومصر قويه، والاسم باين فيه. الحروف نفسها او الاطراف زي ما احنا شايفين، في العداله، في العلم، في المواطنه، في الضاد ده اللي هو اللغه العربيه، في تصنيع، في يعني هو يعتبر له الاساسي بتاعه اللي هو الشمس. والمساواه اللي هو علامه صح المساواه. ماشي. نيجي بعد كده احنا قلنا ماشي معلش. طبعا من التاسيس كان بعد زي ما قلنا عبد المنعم الفتوح قيادي سابق في جماعه الاخوان المسلمين. طبعا هو انشق واسس الحزب ايا كان. جواه استاذ مختار نوح، مهندس استاذ محمد المهندس عضو اللجنه التحضيريه. بقيه الاسامي اللي هي موجوده عند حضراتكم يعني في منها ناس مشهوره وفي منها ناس لسه مش معروفه، يعني الشارع عبد الرحمن يوسف. هو طبعا الحزب بالذات كمصر القويه كان فتره الانتخابات الرئاسيه، اخذ بعد الانتخابات الرئاسيه اخذ زخم كبير جدا.